فين الحكمة لما نشوف موميا جثة فرعون فنقول الله جميلة قوي؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهنا في نقطتين للتأمل. النقطة الأولى، لو دي فعلا جثة فرعون زي ما هو مشهور عند كثيرين إن هو رمسيس الثاني أو ابنه وموميا الجثتين موجودة إلى الآن، فيا للهول. والنقطة التانية، لو تأملت ممكن يكون الله سبحانه وتعالى مكن الفراعنة من التحنيط وأسرار التحنيط عشان تبقى جثة فرعون إلى يومنا ده. فلو ده فعلا، لأن احنا في لغاية العصر ده ما عرفناش سر التحنيط عند الفراعنة، في محاولات ولكن مش ناجحة زي ما الفراعنة وصلوا. فلو دي برضو فيا للهول. فلو بعد كده بنشوفها ونقول الله جميل قوي، فيا للهول للمرة التالتة.